عايزاكي تنوري عقلك، الجوهرة اللي ربنا كرمنا بيها عن كل المخلوقات اللي خلقها في الكون. ميزنا بإيه؟ بالعقل، عشان العقل ده فعلا جوهرة احنا مش عارفين قيمته. عقلك خليه في خدمتك، خليه يخدمك، ما تخليهوش هو اللي يسحبك. يعني لو لقيتي نفسك قاعدة كده وبدأتي تدخلي في مود زعل وأفكار بقى سلبية عمالة تسحبك، ده تقول له استنى، عندك ستوب، اقف. لا، أنا مش هروح معاك في السكة دي، السكة اللي ملهاش رجوع، سكة النكد والزعل والحزن، وسكة ضلمة اللي بيروح فيها ما بيرجعش، اللي بيسيب نفسه فيها خالص كده او يستسلم ما منهاش رجوع، ما منهاش رجوع. قولوا له ستوب، وقفي على طول، غيري مودك، غيري الجو اللي انت فيه، اخرجي، ادخلي خدي دش، اشغلي نفسك بأي حاجة إيجابية، خلي تفكيرك دايما إيجابي. قولي له أنت مش هتفكر إلا في الإيجابيات، أموريه، خليه خادم ليكي، خليه خادم ليكي، ما تخلوش هو اللي يقودك، هو اللي يسحبك، لا، أموريه. لا، انت مش هتاخدني للسلبيات ابدا، مش هفكر في افكار تشاؤميه سلبيه، مش هشوف الدنيا بعين وحشه، لا، الحلو اللي جواك، عيش بالحلو اللي جواك، شوف الحلو اللي جواكي. كل حاجة في الدنيا ليها وجهين، شوفي انت الوجه الحلو، في الخير والشر، في الصح والغلط، في الحلال والحرام، في الابيض والاسود. ليه انا اشوف الاسود بس؟ ليه انا اشوف الحاجات الوحشة بس؟ ما تبصيش للجانب السلبي الضلمة التشاؤمي، بصي للجانب المنور اللي يدي نور وبهجة لحياتك وسعادة وانبساط. بص للجانب الإيجابي، بص لنص الكوباية المليان، ما تدوريش على الحاجة الوحشة وتروحي لها. ليه مش شايفة الحلو؟ شوف الحلو، بص للحلو، خليكي إيجابية، خلي عقلك يساعدك في إنك تكوني إيجابية. كل ما تلاقيه سحبك في سكة غلط، قولوا له لا، ستوب، لا مش همشي معاك، تعالى انت هنا، انت اللي لازم تخدمني، وانت اللي لازم تعيشني في ايجابيه وتساعدني اعيش مبسوطه وسعيده. حاولي تبرمجي عقلك، صدقيني، صدقيني هيساعدك كتير في انك تكوني انسانه ايجابيه وتعيشي مبسوطه بحياتك وبالحياه الحاجات البسيطه اللي قد كده في حياتك.